حقيقة من سعى إلى الحفاظ على الدولة ومن سعى إلى خرابها وإلى تدميرها. هؤلاء المتشدقون بالديمقراطية وبالحداثة وبالحفاظ على الدولة هم من سعوا ويسعون وسيظلون إلى خراب هذه الدولة، وهم من يتآمرون على هذه الدولة. اليوم 35,000 أو 32,000 إضراب يساندونه، إن لم يكونوا هم من قاموا به يساندونه ويدفعون إليه ويحرضون الناس إليه. لم نقم بأي إضراب، لم نعطل أي طريق، لم نغلق أي مصنع، لم نغلق أي مستشفى. غيرنا إذا تم اعتقال مثلا رجل أمن، الأمن كله يتوقف، حتى الأمن وهو محرم عليهم بقانونهم، محرم الإضراب، يوقفون الأمن. المستشفيات توقفت أكثر من جمعتين، المستشفيات متوقفة. اليوم من يدعون ارتباطنا بالخارج، هذا بلال قالوا نحن على الفكر القاعدة، ولكن تنظيميا لا نلتمي إلى أي تنظيميا، ولكن هم ذهابا ومشيئا ورجعة على السفارات. اليوم من يدعو إلى التدخل الأجنبي؟ سهير بالأحسن هذه متاع حقوق الإنسان تذهب وتطلب صراحة في التلفزات الأجنبية التدخل الفرنسي. لماذا؟ ليس لحماية العلمانية ولحماية العلمانيين. أصحاب الوطد بعد اغتيال شكري بالعيد ماذا طالبوا في التلفزات الفرنسية؟ طالبوا التدخل الفرنسي، قالوا كما تدخلتم في مالي. من دعا إلى الانفصال عن هذه الدولة؟ من هدد بحمام دم في هذه الدولة؟ نحن لم نفعل. نحن 16 كما قيل، 16 وآخرها امرأة، معناها امرأة في غرفة نومها، ولم نرد، ونحن قادرون على الرد كما رد غيرنا. اليوم الداخلية تقول أنه أكثر من 600 عون أمن تعرضوا إلى الاعتداء، ولا عون تعرض من اعتداء من سلفي، ولا عون حسب تقارير الداخلية. تقريبا كل أسبوع، كل شهر مؤسسات الدولة تحرق، مراكز، مقرات حكومية، مقرات أحزاب. لم نفعل ذلك ونحن قادرون. لماذا؟ التزاما وخوفا على هذه البلاد والعباد، لأنه كل ما صارت مصيبة سواء في المياه عند انقطاع المياه، من الذي بعث قوافل المياه؟ كان البعض يتصارع مع الحكومة وبعضها ضد. نحن قلنا مهمناش في هذا الكل، نحن لا مع السلطة ولا ضد السلطة، نحن مع الشعب، نحن مع هذا الشعب. وبعثنا قوافل المياه، قوافل الإغاثة، تقريبا كل أسبوع قافلة إغاثية، قافلة خيرية، قافلة طبية، حتى أصبحت تمنع. اليوم اللي يتشدقون بالقانون، مؤخرا الشهر الفائت منعت خيمتان للتبرع بالدم لأنصار الشريعة. الخيمة هذه مشارك فيها بنك الدم، جمعية أبو القاسم الزهراوي الطبية، جمعية مرخص لها وبترخيص من وزارة الصحة، تتدخل وزارة الداخل لأعذار أقبح من الذنوب خافوا من دم الثورة ربما. وكان شعار الخيمة نحن نعطي الدم ولا نسفك الدم. نحن أعطينا الدماء حتى في الحادث الأخير المروع اللي صار في القروان، ربي يرحم اللي توفاه وربي يشفي الجرحى اللي مازالوا. أنصار الشريعة رغم الملتقى والمشاكل ورغم الحصار ورغم أنه كل إنسان يخرج يصبح مستهدف من الأمن، ولكن مشاو قدموا الدم وتبرعوا بالدم. وهذا لا نريد جزاء ولا شكور، هذا مش مزية، هذا واجب. نحن نحس هذا واجب. البعض ربما يتاجر بهذا وبعض السياسيين يتاجرون بهذا، نحن لا. نحن الشباب السلفي كما قال أبو عياض في تسجيله الأخير، الذي حمى الأفغان في أفغان، والذي حمى الشيشانيين، والذي حمى البوسنة، فهذا لن يسفك الدم التونسي حتى لو كان مختلفا معه، بل حتى ولو اعتبره كافرا كما يدعي البعض. حتى مثلا حتى نقولوها نحن الداخلية، ربما الجنود الداخلية ربما البعض يعتبرهم كفار ويعتبرهم جند الطاغوت ربما، ولكن حتى تنظيم القاعدة مؤخرا يعني شوفنا اللي شوف شكون ينادي يا طاغوت يا طاغوت يعني. ايه خلينا نكلمه، لا مش مشكلة هذاك شوف مصطلح شرعي يا طاغوت او هو جند الطاغوت، هذا الأصلح. ولكن مع هذا قلنا 600 عون أمن لم نعتدي عليهم نحن،
مراكز الأمن لم نحرقها نحن. أكثر من هذا تنظيم القاعدة، يظهر لي تنظيم القاعدة له خايف من العريض لما باش يصرح، وله خايف من خطابات المرزوقي، وله خايف من بيانات بن جده، ولكن مع هذا كان صريحا: نحن كتنظيم القاعدة لن نعتدي على الجيش التونسي، ولن نعتدي على الشرطة التونسية، ولم نعتدي. وهذا يكذب ويوضح كل المسرحيات السخيفة والرديئة من الشعامبي إلى غيرها إلى غيرها، وسأبقى أضحك وأسخر منها كبقية الشعب التونسي، ليس السلفيين من قالوا أنها مسرحيات، سواء في اتهام السلفية بعد اغتيال شكري بالعيد. لم نخرج نحن لنكذب وزير الداخلية، لم نخرج نحن لنسخر من وزير الداخلية، بل غيرنا العلمانيين واليساريين، بل حتى أنصار وزير الداخلية هم من سخروا ولم يصدقوا هذه الرواية، وهو من يأمرنا بالقانون. ذلك الاتهام كان غير قانوني، الندوة اللي قام بها الاتهام السلفية كانت غير قانونية، وخدع الشعب وخدع الشعب. قال بإذن من قاضي التحقيق، فقال قاضي التحقيق لم أأذن، ولم أأذن بهذه المسرحية، مسرحية شاهد ما شافش حاجة كالتمثيلية اللي عملوها أمام منزل شكري بالعيد. فهذا الشعب يعرف. نحن لم نعترف بهذه السلطة لأن لن ندخل في هذه اللعبة كما سماها الشيخ خميس الكذبقراطية. هي كذبة وهي خدعة كبيرة لاستعباد الشعوب أكثر باسم الشرعية. لم ندخل، ولكن مع هذا كلما أحسسنا أن هناك خطر، سواء في 23 أكتوبر سواء بعد اغتيال بالعيد، من الذي كان يحمي المنشآت، ومن الذي كان يحرق ويعتدي على هذه المنشآت وهذه المشاهد يوميا. يعني تحمون الدولة، يعني تحمون الدولة. نحن نحمي البلاد والعباد، ونحن ضد التدخل الخارجي، ونحن لم نذهب إلى السفارات، ونحن